السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير انتم وكل حبايبكم. طبعا النهاردة كان السوق بتاعنا، فقلت بقى ايه اما اشارككم الحاجات اللي انا جبتها، وروتين يومي كده ان شاء الله هيبقى بسيط، وان شاء الله يكون خفيف على قلبكم. وطبعا قبل ما نبتدي اي حاجة هنصلي على سيدنا الحبيب، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بجد الاسعار النهارده في السوق يعني مولعة زي ما بيقولوا، فبجد ربنا يكون في عوننا جميعا على الاسعار اللي احنا فيها دي. فبصراحة انا مش عارفة هو في ايه يعني. هنبدأ الاول ايه بالطماطم. طبعا الطماطم دي انا جايبه الكيلو ب 30 جنيه. انا بسالها فبتقول لي 25. طبعا انا سائله في السوق كله بكله ب 30 وفي ب 35، فبقول لها بكام؟ قالت لي ب 25، فبديلها ال 50 جنيه، فبتقول لي ايه ده لسه 10 جنيه. قلت لها مش انت قايله لي الكيلو ب 25؟ قالت لي والله العظيم ما جبت ثمنه ب 30 جنيه، ما فيهاش كلام. المهم دفعت لها كمان 10 وجبت الكيلو الطماطم ب 30 جنيه، لكم ان تتخيلوا. فمش عارفه والله بجد ربنا يكون في عوننا جميعا. جبت ايه كمان؟ جبت البدنجان دوت عشان ان شاء الله هخلله. جايبه، هو طبعا الكل في السوق الكيلو ونص ب10 جنيه، فانا جبته يعني لفيت شويه كده فجبت الكيلو ب5 جنيه. جايبه دول 2 كيلو ب10 جنيه. يعني هو سعره كويس طبعا بالنسبه للاسعار اللي احنا فيها دي كلها. وجبت كمان بطاطس. البطاطس طبعا ما لقيتش، انا بجيب من واحده معينه. فالبطاطس بتاعها انا عارفه ان هي حلوه نواله، فبتبقى حلوه في التحمير، فقلت صغيره صغيره مش مشكله، انا حتى لو هعمل لهم شيبسي احسن من الشيبسي اللي بيشتروه من اي محل وكده. جايبه الكيلو ب25 جنيه. جايبه دول تقريبا 3 كيلو ب75 جنيه. وفي تقريبا في حاجه برضو واقعه في شنطه السوق، فايه هبقى اشوف كده. جبت النهارده ليمون، انا عندي ليمون من السوق اللي فات، بس قلت الاخضر دوت يعني اخد منه واسيب في التلاجة، وكل الاصفر الدبلان انا هخلله. جايبه الكيلو ونص ب10 جنيه. جايبه ده، جايبه الكيسين دول ب20 جنيه، وفيهم كيس تقريبا 2 كيلو الا ربع اداهولي ب10 جنيه، قال لي مش مشكله. ايه تاني؟ جبت الخيار. الخيار الكيلو النهارده ب20 جنيه، ده عنبايه. الكيلو النهارده جايباه ب20 جنيه. الخيار ما شاء الله جميل، اللهم بارك، حلو جدا. الكيلو ب20 جنيه. جايبه ايه كمان؟ جبت برضو فلفل. انا جايبه الفلفل الصغنون ده، قلت ايه يعني بنحب ناكله كده لان ده فلفل فلاحي. جايبه الكيلو ب10 جنيه. فجبت ايه؟ جبت نص كيلو ب5 جنيه، لان انا جايبه فلفل تاني الكيلو ب15 جنيه، اللي هو ده. طبعا الكيلو ب15، ودخلت جوه لقيته ب20 جنيه. فيعني ايه، ربنا يعيننا بجد على الاسعار اللي احنا فيها دي. الفلفل ده الكيلو ب15 جنيه. وجبت كمان شطه حمراء. جايبه النص كيلو ده ب10 جنيه، الكيلو كان ب20 جنيه. جبت نص كيلو، قلت لو عملت دقه هنعمل مثلا التمليحه بتاعه السمك اهو هينفع برضو، ايه مش هيقول لا. وجبت الباميه دي. طبعا انا جايبه باميه وكل حاجه، بس انا بصراحه حبيت اوريكم طريقه تفريزي فيها. الكيلو الباميه ده انا جايباه ب25 جنيه. زي ما قلت لكم الكيلو بكام؟ ب25 جنيه. ما شاء الله حلوه فلاحي جميله اهي. ايه كمان؟ جبت بقى النعناع الاخضر ده، لان بصراحه جايه على بالي قوي ان انا اعمل عصير ليمون بالنعناع، وان شاء الله برضو هصوره معاكم ان شاء الله. يعني الفيديو النهارده يكون خفيف على قلبكم. وجبت جبت 3 ربط خضره دول ب10 جنيه بالعافيه، وعلشان الست دي انا متعوده ان انا بجيب منها على طول. فالربطة النعناع ب5 جنيه، جبت ربطتين ب10 جنيه، وجبت الثلاث ربط خضرة ب10 جنيه. ادي كده 20 جنيه ايه بس خضرة. وجبت ايه كمان؟ جبت موز. طبعا انا قافله الكيس عليه علشان يا رب بس يكون واضح. ايه المنبه. جبت الموز دوت. استنوا انا افتح لكم الكيس، مش مشكله احطه في كيس تاني. هو اخضر بس ما شاء الله، هو بيقول صحراوي، فانا جبته منه المره اللي فاتت كان جميل بسم الله ما شاء الله. جبت الموز دوت، انا جايبه 2 كيلو ب50 جنيه. فايه الحمد لله على كل حال. ايه تاني؟ جبت مانجا برضو، وجبت كيلو ونص وازيد من كيلو ونص. بس إيه هو طبعا كله في السوق بيبيع الكيلو. سألت فعند حد قال لي الكيلو ب40، وسألت عند الراجل ده برضو جبت منه كذا مرة انا واختي.
فايه يعني قلنا له هناخد ال3 ب100، فقال خلاص. فانا جبت الكيلو ونص ده وزياده شويه سيكه كده، جبت الكيلو ونص دول ب50 جنيه. قلت عملنا عصير، الولاد حبوا ياكلوا مثلا كده، عايزين نعمل حاجه حلوه بالمانجا ان شاء الله. ان شاء الله بمشيئه الرحمن من غير شر يا رب. انزل على طول فيديوهات ان شاء الله بمشيئه الرحمن. دي اسمها مانجا نعومي. طبعا المانجا النعومي اللي ما جربهاش فايته كتير بجد بجد، فايتها كتير اللي ما جربتش المانجا النعومي، وعلى جمالها وطعمها حلوه جدا حتى في التخزين برضه. طبعا مش انا اللي جبت السمك ده، انا جوزي بعتهولي ابو العيال. بسم الله الرحمن الرحيم. هو حلو، حجمه حلو ما شاء الله. انا والله مش عارفه هو جايبه بكام، بس برضو ده هيبقى ان شاء الله غدانا النهارده بمشيئه الرحمن. ان شاء الله هكمل الفيديو معاكم وهنشوف هنعمل ايه تاني في يومنا. طبعا انا كنت غسلت، انا نسيت ان انا اقول لكم ان انا جايبه عنب، فده العنب اللي انا جبته. المهم بدأت ان انا ارص الحاجة في التلاجة. طبعا انا كنت مسحاها ومظبطاها، لما يعني بقى ايدي فيها كده اول باول، لما الاقي اي حاجة اتوسخت فيها اقوم رايحة غسلها على طول. هتفضل التلاجة معاك نضيفة وزي الفل، مش هتبقى فيها اي حاجة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا الحاجه اللي اتحطت في منظمات حطيتها، الحاجه اللي بقى ما عادش لها مكان قمت حطاها في درج التلاجة زي ما انتوا شايفين معايا كده. والحمد لله خلصنا بقى من التسويقه ورصيناها وكله تمام التمام. بدأت بقى ان انا انضف السمك. انا كنت بصراحه رايحه اشويه، فولادي قالوا لي لا احنا عايزينه مقلي، مش عاوزين مشوي، ما بتحبوش مشوي. فالمهم خلاص بقى الجمهور طلب، تمام ماشي. المهم نضفته، وطبعا كل سمكاية تحت المية يعني خليته زي الفل كده، خليته بيبرق زي ما بيقولوا. ما شاء الله اللهم بارك. هقول لكم بقى على السر اللي بيخلي السمك بتاعكم ما فيهوش اي زفارة، وادعوا لي بقى. المهم طبعا انا غسلت الحوض بالبريل، وطبعا انا بحط في البريل بتاعي خل، علشان ان انا بقى ابدا يعني لو حطيت الرز ولا كده يبقى ابقى متاكده ان الحوض ما هو الزفر، لانه طبعا انتوا عارفين ان السمك زفر. فلازم بقى تغسلي الحوض كويس جدا، حتى لو انت عارفه ان انت هتحطي فيه سمك تاني، بس برضو انت خلاص نضفت السمك، اغسلي بقى الحوض، وبعد كده كله يهون بقى. طبعا حطيت الحله وانا مطمنه طبعا ان الحوض نضيف وزي الفل، ما فيهوش اي ريحه زفاره. ويا ستي يا حبيبتي انت وهي، بدأت بقى ان انا اغسل الرز، لان طبعا انا هاخد المية بتاعة الرز دي هحطها للسمك. مية الرز تحطها للسمك؟ ايوه، لان مية الرز ما بتخليش في السمك اي زفارة، وجربوها كده وعلى ضمانتي ان شاء الله. طبعا بدأت ان انا اغسل في الرز كويس جدا، بغسله 3 4 مرات كده. وبعد كده انا غسلته مرتين وحطيت المية، مليت اللي هي البولة البلاستيك دي، وبعد كده بقى دلقت باقي المية في الحوض. وطبعا المكون اللي انا هحطه هتشوفوه معايا دلوقتي. طبعا لسه انا بملى، عايزه املى البوله خالص عشان تكون مغطيه السمك. ميه الرز دي ما شاء الله لها مفعول السحر في ان هي تضيع زفاره السمك، سواء بقى سمك، سواء بقى فراخ، سواء بقى بط. على ضمانتي واعملي اللي انا بقولك عليه ده من ميه الرز. طبعا هتحط يا رانيا ديت معلقه قرفه، معلقه صغيره قرفه للسمك. طب بس جربوها كده وادعولي. بدات بقى ان انا اخلي القرفه بقى يعني تدخل وتتغلغل كده في الميه والسمك، علشان ما تشموش ريحه اي زفره. والله العظيم ومش مستاهله حلفان ولا حاجه، بس اقسم بالله ما كان في ريحه اي زفره في الشقه. الحمد لله رب العالمين. وكانت الريحه بقى بتاعه السمك يعني بتهيالي الجيران كانوا عايزين يقولوا لي هاتي لنا سمك من اللي انت بتقليه ده. مش عارفه المقطع. ده انا بعيد غسيل على السمك. لان طبعا يعني بصراحه يعني بغسله كويس جدا جدا جدا. حطيت له ليمون وحطيت له الدقه بتاعته وفتحته كده زي ما شفتوني في المقطع. طبعا انا كنت مسرعه المقطع جامد عشان الفيديو ما يبقاش طويل وكده. فالمهم انا فتحت السمك من الناحيه دي ومن الناحيه دي بالسكينه، وحطيت له الدقه بتاعته. الدقه بقى هتبقى كمون على كزبره وتوم وفلفل وشطه حمراء وشطه خضراء، الحاجات دي. لو انتوا عايزين طريقه الدقه بتاعتي اللي انا بعملها ومعتمداها قولوا لي في التعليقات، وانا ان شاء الله هكتبها لكم او هعملها لكم في فيديو منفصل او في من ضمن الفيديوهات كده.
كنت عاوزة بقى اعمل ايه رز حبة وحبة. إيه بصراحة يعني زهقنا من الرز الابيض وكده، فقلت ايه اما اغير بقى علشان الولاد ما يزهقوش وكده. فقعدت ايه حمرت شوية رز زي ما انتوا شايفين، وايه هحط بقية الرز بقى عليه، وعملت شوية رز حبة وحبة يستاهلوا بقكم. كان ما شاء الله جميل ومفرفر وزي العسل. وطبعا قبل ما تعملي اي حاجة هتعملي ايه؟ هتقولي بسم الله الرحمن الرحيم. سمي على حاجتك علشان حاجتك ما شاء الله تكون حلوة جدا، وايه وتتاكل كده، وولادك يبقوا مبسوطين وهم بياكلوها. طبعا خلاص الرز وصل اهو للون الذهبي الجميل دوت. انا هحط بقى ايه بقية الرز الابيض اللي متبقي. طبعا انا كنت غاسلة الرز ومصفياه في مصفى علشان ما يبقاش فيه اي مية. انا ايه لسه مستنيه ان هو يغمق سيكه كمان، بس هو كان بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، اللون بتاعه ذهبي وجميل جميل جميل. طبعا فضيت الرز دهوت، وهحط بقى الملح وبس، على كده ما بحطش اي حاجه تانية. وكلي بقى احلى شويه رز ده حبه وحبه زي العسل. وطبعا الحمد لله رب العالمين، ده فضل ونعمة ومنة ان انا دايما بسمع الحاجة اللي انا بعملها. وتيقني ان انت طالما سميت الله على الحاجة اللي انت بتعمليها، اعرفي ان هي هتبقى كويسة وحلوة زي العسل من ايديكي. طبعا المية اللي انا بحطها سخنة، ما ينفعش تحط مية باردة. فكنت مالية الكتل وغلياه، وايه والمية كانت سخنة جدا. طبعا بقى شايفين الرز بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، جميل جميل ومفرفر زي العسل. قلبته بقى من فوق لتحت كله كده، وهغطي عليه واسيبه يتلدن بقى ايه على نار هاديه جدا براحته كده. بحط بقى زيت علشان رايحه احمر السمك بتاعي. طبعا انا لما بيتبقى سمك ايه لما بيتبقى زيت مني، يعني قليت بطاطس مثلا، فبقوم رايحه مفضيه شويه الزيت اللي اتبقوا مكان قلي البطاطس، بحطه في بطرمان وبغطيه في اي مكان بقى في المطبخ عندك. بس ما تسيبوش مكشوف. وكمان يعني ما تسيبش الصينيه فيها الزيت كده وخلاص، يعني لا. انا كنت بعمل كده في الاول، بس لقيت يعني ايه المنظر مش لطيف بصراحه. فبدات ان انا ايه اي زيت يتبقى مني مكان قلي بطاطس ولا حاجه، اقوم رايحه مفضياه واقوم رايحه حطاه في بطرمان. ومنين ما اجي بقى احمر سمك احمر بطاطس تاني اقوم مفضياه. طبعا الدقيق ده دقيق بس ما حطيتلوش اي حاجه، لان الدقه اللي انا عاملاها للسمك ما شاء الله كفايه، حط لها كل البهارات بتاعتها وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كان السمك مقرمش وطعمه زي العسل بجد والله. المهم ايه بحمر في السمك اهوت زي ما قلت لكم ان ده دقيق بس، لا حاطه نشا ولا حاطه توابل ولا حاطه اي حاجه. انا اكتفيت بالدقه بتاعتي، لان طبعا كنت مملحه السمك كويس جدا من بطنه. في الفتحات اللي انا عملتها كنت مدخله فيها دقه برضو. فالسمك ما شاء الله اللهم بارك يعني شارب من الدقه بتاعته ومملح وزي العسل. طالما انتي مظبطاه في الدقه، ما تحطش اي توابل ولا اي حاجه على الدقيق. وكان ما شاء الله اللهم بارك شوية أكل بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بألف هنا وشفا يا رب. كانوا حلوين جدا. طبعا التصوير بتاع الفيديو ده كان امبارح، وانا جيت انزله لقيته ان هو هينزل 12 بالليل او 1 بالليل، فقلت لا ده متأخر جدا جدا، فمش هينفع ان انا انزله النهارده. فايه نزلته لكم يعني ايه في وقت مناسب النهارده اهو ان شاء الله. وبمشيئة الرحمن الفيديو اللي جاي هيكون احسن طبعا. وعايزين بقى نبدأ في التنظيفات علشان المدارس جاية، وعايزين ايه تبقى شقتنا متروقة كده، وايه ونفضى علشان بقى ايه المدارس وكده. طبعا حطيت شوية خضرة، وقمت مطلعه بقى السمك عليها كده، وهرش برضو شويه خضره من فوق، وهرش بقى ايه وهعصر بقى ليمون. طبعا انا كنت بقولها انا بحب استعمل ليمون كتير بصراحه، وطالما هو رخيص عادي يعني ما يهمناش بقى. فالمهم قلت لا ده كتير جدا، هو اخد ليمونتين 2 بس، والليمون ما شاء الله اللهم بارك مليان ميه فحلو. عصرت عليه ليمون زي ما انتم شايفين، واحلى شويه سمك مقليين ما شاء الله اللهم بارك، تحفه تحفه تحفه. جربوه بالطريقه بتاعتي ديت، وان شاء الله لو عايزين الدقه اكتبوا لي في التعليقات، وانا ان شاء الله هقولها لكم يعني. بتعملي ايه تاني؟ ايه الزيت ده تاني كان لسه طبعا متبقي زيت، مش هينفع ان انا اعمل البدنجان مكان السمك، لا. جبت طبعا القلايه ديت عندي، وبدات ان انا احط فيها شويه زيت، وافتح البدنجان زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا شلت العنق بتاعه وقمت غسلاه غسيل نضيف، وبعدين ايه بفتحه قدامكم اهو زي ما انتم شايفين كده، يعني ايه فتحه بسيطه مش كتير قوي يعني. صلي على محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا انا عامله اللي هو البرنامج بتاع التذكير بالصلاه على سيدنا النبي ده، يعني ايه، نزلوه وما شاء الله جميل. وطبعا الصلاه على سيدنا النبي ده كنز، ربنا يعني يجعل لساننا ذاكر باسم الله وباسم سيدنا رسول الله وبالصلاه عليه، وربنا يرضى عني وعنكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا طبعا يجعل ذكرنا في ميزان حسناتنا. طبعا انا هقلب البدنجان اهوت، كان الماسكه دي مغلباني، مش عارفه ايه اللي سايب فيها، فكانت مغلباني بصراحه وانا بقلب في البدنجان. يا دوبك هو 5 دقايق كده وقمت مقلباه ولقيته استوى بقى زي العسل. الشوية بقى اللي متبقيين، طبعا ده مش كل البدنجان اللي انا كنت شارياه، متبقي ايه يمكن اكتر من نصه او نصه. هسلقه بقى، يعني ايه، هنعمله مسلوق كده ونحطه في التلاجة نسحب منه كده جنب اي اكل، بيبقى جميل ما شاء الله اللهم بارك. طبعا كنت مطلعه شوية دقة في الطبق اللي انتوا شايفينه دوت، وبدأت ان انا احشي البدنجان بتاعي وارش عليه شوية ليمون حلوين محترمين كده، وكانوا احلى شوية بدنجان ما شاء الله اللهم بارك. وده كان غدانا، ربنا يا رب يديمها نعمة ويحفظها من الزوال يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وطبعا الست كوكي كالعادة كانت عاملة لنا شوية سلطة، والف حمد والف شكر لك يا رب، ربنا يا رب يديمها نعمة يا رب ويرفع الغلاء اللي احنا فيه، لان بجد يعني الدنيا بقت صعبة جدا جدا، يعني مش عارفة هي الاسعار رايحة بينا على فين. إيه يعني لما تبقى الطماطم الكيلو ب30، البطاطس الكيلو ب25. طبعا لو انتوا عيلة او 5 افراد، يعني 2 3 كيلو يا دوبك يا دوبك يكفوكم في الاسبوع، ويمكن كمان ما يقضيش. فبجد ربنا يكون في عوننا جميعا، واحنا ما علينا بقى غير الدعاء، يعني بجد الدعاء هو اللي هينفعنا دلوقتي. يعني كل حاجة ولعت، وكمان انبوبة الغاز بقت ب175 تقريبا. فهو في ايه، انا مش عارفة، يعني بجد ربنا يكون في عوننا، انا مش عارفة هقول ايه اكتر من كده. فبنقول يا رب ربنا يرفع الغلاء اللي احنا بقينا فيه، الغلاء الفاحش الفاحش ده، فربنا موجود. طبعا انا يعني كنت وانا بغسل مواعين كل ما افتكر استغفر ربنا سبحانه وتعالى، اصلي على سيدنا النبي كده. اعملي ورد ليكي في الاستغفار، يعني طول ما انت ناسيه وافتكرت ان انت تستغفري استغفري. شوفي الذكر اللي انت قلبك بيحبه وبتحبي تكرريه دايما وقوليه وانت بتغسلي المواعين، منها بقى ان انت بتغسلي المواعين، ومنها ان انت بتاخدي حسنات، طبعا ما فيش احسن من كده. طبعا شوية المواعين ما كانوش كتار قوي، يعني كان مكان بس العشاء و... واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا كان التليفون بيفصل، مش عارفة ايه الحكاية انه يفصل، بس الحمد لله رب العالمين يعني. وطبعا طالما فيه سمك يبقى لازم تغسلي البوتاجاز بتاعك، حمرت سمك على البوتاجاز لازم البوتاجاز يتغسل زي ما انتوا شايفين معايا كده. طبعا كان واقع دقيق على الحوامل، اللي هي الحوامل نضيفة ما فيهاش حاجه، بس كان واقع عليها دقيق. بدات ان انا اعملها بس بالبتاع الاسبونجه كده، وبعد كده مسحتها بالفوطه عادي. وطبعا اللي انا بحط في خلطه البريل بتاعتي مش بريل وميه بس، لا انا بحط خل كمان، واحيانا بحط ليمون، بيخلي الحاجه بتبرق وزي الفل، وطبعا متعقمه. والايام اللي احنا فيها صعبه، ربنا يعدها على خير يا رب، فلازم ان انت تكوني متاكده من نظافه حاجتك. طالما سمك اعرفي ان انت الرخامه تتغسل، البوتاجاز يتغسل، الحوض يتغسل. والحوض بالذات لازم تعامليه معامله الطبق اللي انت بتاكلي فيه، كانك عامله حوضك كانه طبق انت بتاكلي فيه، لان هو بيتحط الاطباق اللي احنا بناكل فيها، فلازم يكون نظيف ومتعقم وزي الفل. ما شاء الله اللهم بارك. كان الحوض فاضي دلوقتي في الوقت ده، بس طبعا طالما في ولاد ربنا يخليهم، يعني هتلاقي في كوباية هنا، طبق من هنا كده يعني. طبعا قلت خلاص انا تعبت النهارده، اما اكافئ نفسي بقى واعمل لي بقى كوبايه عصير ليمون بالنعناع الاخضر كده، حاجه كده عظمه. بجد كان ما شاء الله اللهم بارك جميل، جربوه كده وان شاء الله يعجبكم. حطيت بقى ليمون وكم زي ما انتوا شايفين كده، باخد اللي هو البتاع الاخضر بس بتاع النعناع، اما العيدان لا. والسكر بقى على حسب رغبتك، انت بتحبيه مسكر مظبوط في السكر. وحطيت السكر وضربته وصفيته، وكان عندي لون جل اخضر، حطيت علشان اللون يبقى حلو كده وطبعا العين بيقولوا بتاكل قبل البق او بتشرب برضو قبل البق، فالحاجة لازم يكون شكلها ظريف ولطيف كده. وده طبعا هيكون يعني خلاص الفيديو قرب على الانتهاء اهو، خلاص بقى. فبجد اتمنى ان الفيديو يكون خفيف على قلبكم، واتمنى انا كمان اكون خفيفة على قلبكم.
يا رب الفيديو بس ما يبقاش تقيل. ولو اشتركتوا وعملتوا لايك ده براحتكم بقى، انا ما عدتش هقول تاني. فانتوا براحتكم بقى. ده اللون اللي انا بوريه لكم اهو، اللون الاخضر. قلت علشان اللون بس يبقى حلو كده، ويفتح نفسنا كده. يعني كافئي نفسك باي حاجه، يعني ما تبقاش مثلا واقفه طول النهار وتعبانه وما تعمليش لنفسك حاجة. لا، اعملي كوباية نسكافيه، كوباية قهوة، كوباية عصير، كافئي نفسك كده. احنا ملناش قطع غيار، فاهتم بنفسك واهتم بصحتك. واللي انت عايزاه اعمليه، يعني ما تستخسريش في نفسك حاجة. معاكي فلوس هاتي. ويلا بقى بفضي كوباية الليمون اهو، واستودعكم الله ومع الف سلامة. باي باي.